أسطورة أمل، الحقيقة المنسية. تبدأ الحكاية حين تكتشف أمل ومجموعتها. جونيا 29 عاما، صاحبة المضرب. سريع 29 عاما، صاحب السرعة. وزيتون 6 أعوام، مكانا غامضا يقودهم إلى مركبة فضائية يسكنها البشر. هناك تكتشف أمل الصدمة الكبرى، أصولها بشرية وهي تنحدر من هؤلاء البشر. بمجرد وصولهم يقتفي أثرهم الوحش الأعظم ويهاجمهم. تحاول جونيا وسريع التصدي له بكل ما أوتيا من قوة، لكن الوحش يتفوق عليهما وتنتهي المواجهة بمقتل الصغير زيتون. تسيطر حالة من الحزن على أمل وتهرب، لكن الوحش يلاحقها فتحدث نقطة التحول. تتطور أمل وتصل إلى مرحلة أسطورية في قوتها. في مواجهة ملحمية تقترب أمل من هزيمة الوحش، لكنها تكتشف في تلك اللحظة أنه هو والدها. تتخذ أمل قرارها الأخير، بدلا من قتله تقرر تطهيره من الداخل. تدخل إلى باطنه وتضحي بنفسها لتطهيره من الشر. يخرج الوالد من هذه التجربة وهو يغمره ندم شديد، لكن جونيا وسريع اللذين شاهدا كل شيء يرفضان مسامحته نهائيا على ما فعله، ليعيش الوالد وحيدا مع ندمه للأبد.